لو انت بتفكر تدخل علاج طبيعي لازم تعرف الحقائق الآتية. ايه هما؟ تعال اقول لك. مبدئيا كده، لو انت جايب مجموع كلية العلاج الطبيعي الحكومية ادخلها، ده امر الله و... وربنا يوفقك في اللي هتعمله. آه و... وكويس انك اجتهدت ودخلت كلية مرموقة بمجموعك، ولكن لازم تحط في دماغك بعض الامور. الامور دي هنتكلم فيها مع حتى الناس التانية اللي بتفكر تدخل كلية علاج طبيعي جامعة خاصة. ليه؟ كلية العلاج الطبيعي الجامعات الخاصة أقل جامعة خاصة والأهلية طبعا أقل جامعة النهاردة ب 72,000 في السنة. وطبعا المصاريف دي ما بتبقاش شاملة الكتب ولا شاملة السكن ولا شاملة الأكل والشرب واللبس والفسح والخروج والمواصلات وما اعرفش ايه. فهتلاقيك داخل لك في السنة حوالي، ما نزود كمان ايه، 70,000 جنيه كمان، يعني بنتكلم في 150,000 في السنة. ده أقل جامعة. طيب، أعلى جامعة بكام؟ 200 وشوية ألف في السنة. 200 وشوية ألف في السنة، وطبعا احنا هنحسبها بنفس الحسبة إن احنا هنزود كمان، طبعا كل حاجة ليها قيمتها، فهنزود كمان 100,000 جنيه كمان مصاريف، يبقى بنتكلم في 300 في السنة. يعني أبو 72,000 هيدفع 150 في السنة، في خمسة يبقى بتتكلم في حوالي 750,000 ل 800. بتاع اللي بيدفع 200 او 300,000 بقى في السنة، 205 ده يدفع حوالي 300,000 في السنة، يبقى في 5 سنين تتكلم في 1,500,000. طيب، هل أنا بعد ما أخلص الكلية واتصرف عليا من 800,000 لحد 1,500,000 هطلع إيه؟ دكتور علاج طبيعي، فاهم؟ طيب، العلاج الطبيعي ملوش تكليف دلوقتي، دي اول حاجه، فمش تكلف في الحكومه. طبعا تكليف الحكومه مش احسن حاجه، بس يعني كانت اوبشن من ضمن الاوبشنات، ان اغلب الناس وبالذات الاقاليم بيدوروا على وظيفه ثابته، فيفكروا يدخلوا عيالهم جامعات خاصه، او حتى مجموعه جابوا بقى علاج طبيعي حكومي فيدخلوا عشان انه هيتعين في الحكومه، فهو مش هيتعين في الحكومه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت عشان تشتغل بالعلاج الطبيعي لازم تفتح مركز مرموق ومتميز. مرموق ومتميز يعني أجهزة نظيفة غالية، تجهيزات كويسة، ما بين تجهيزات المكان، تكييفات، مكاتب، غرف انتظار، تمريض، مساعدين، دكاترة يشتغلوا، سكرتارية، كل ده. فهتلاقيك انت دافع لك رقم كبير جدا. بلس ان انت طبعا لو انت في الاقاليم اكيد باباك عامل لك عماره ولا شقه، فهيديك الدور الارضي تعمله علاج طبيعي. ماشي، منطقيا يعني. طيب، الناس اللي في المحافظات اللي هو اصلا الشقق فيها غاليه، فاكيد الايجارات غاليه، فهتلاقي نفسك دافع ارقام كبيره جدا عشان تعمل مركز علاج طبيعي محترم. وليه بقول مركز علاج طبيعي محترم؟ لان العدد كبير، فالتميز هيبقى فين؟ في الايدي العامله، في شغله ايدي، ان انا هبقى احسن من غيري، فالناس هتجيلي. الموضوع ما بقاش كده. في الاقاليم والمحافظات ممكن. ليه؟ لان كل ديستريكت او كل اريا بيجي الناس اللي فيها عشان ما يدفعوش مواصلات، لان البلد بتبقى صغيره جدا. طيب، بالنسبه للقاهره، لا، القاهره اغلب الناس موظفين واغلبهم بيشتغلوا في اماكن مامنه عليهم، فهتبقى محتاج تعمل تعاقدات. التعاقدات ليها شروط معينه وليها تخليصات معينه، فهتبقى انت برضو ايه، مستني الفرج يعني. ده الاوبشن بتاع فتحان عياده علاج طبيعي. طبعا اغلب الناس اللي داخلين علاج طبيعي داخلين من علاج طبيعي من مدخل التغذيه، ان هم يشتغلوا تغذيه وجلسات تنحيف و... وشد ترهلات وما اعرفش ايه، وده اوبشن مش وحش، شغال يعني.
فاهمني؟ بس العدد بقى كتير جدا، بلس ان انت عندك ناس كتير اصلا بتلعب معاك في المايه العكره، زي او بيصطادوا في المايه العكره، زي الناس اللي هم خريجين تربيه رياضيه بيشتغلوا علاج طبيعي، خريجين معرفش علوم وزراعه وصيدله وبشري بيشتغلوا تغذيه. فبقى الموضوع ايه، مش مقتصر عليك انت، فهتلاقي نفسك داخل في دايلاما كده مش مفهومه. طيب الناس اللي بتفكر بقى ان هي تدخل علاج طبيعي عشان تسافر بره، الحاجه الوحيده هي السفر بره. طب في جولف اريا لا، ليه؟ عشان احنا كمصريين في ناس ضعاف النفوس مش شغالين في مصر كويس، فاي رقم بيتحط له بياخدوه، فطبعا قلل الارقام بتاعتنا اللي بناخدها في الخليج. طيب الناس التانية اللي هي بتفكر في اوروبا، ده هيبقى حلو، بس عشان تعمل المعادلات سواء المانيا سواء انجلترا سواء ما اعرفش ايه، هتكلف فلوس كتيره جدا غير الفلوس اللي انت اصلا اوريدي دفعتها قبل كده ما بين تعليم وما اعرفش ايه. طيب الناس اللي بتحب مصر وتراب مصر زي كده، بيفكروا ان هم يخلصوا الكليه يقدموا ماجستير ودكتوراه ماشي وكده. انا النهارده عندي 38 سنه، اتاخرت ما بين الماجستير والدكتوراه 3 سنين بسبب ان هم كانوا عايزين ياخرونا في الجامعه. وبعدين دخلت الدكتوراه، المفروض انا 2018 خلصت السنه 2025، ادي 7 سنين وبرضه انا متعطل 3 سنين كمان لظروف ما. تمام. يعني انت هيبقى عندك 38 سنه، قول لو انت فروت قوي هتخلص 35 سنه، برضه كبير. طيب الناس بقى اللي هي بتفكر تدخل علاج طبيعي وانت تدخل جمعيه شرطه او جيش، ده لطيف بس يعني حكم النفس بقى، يعني هتستحمل بقى اوامر ومعرفش ايه وبتاع، دي بتاعتك بقى لو قدرت يعني. تمام. طيب الناس بقى اللي بتفكر ان هي تشتغل ماجستير ودكتوراه وتدخل بقى جامعات الخاصه او تكمل تدخل حكومي او كده، ده اوبشن مش وحش، بس انا كمحمد يعني ما بحبوش. ليه؟ يعني انت بتشتغل 8 ساعات في اليوم لمده 4 مرات في الاسبوع او اكتر، في كنترول، في امتحانات، في ما اعرفش ايه، في وكيل كليه، في عميد، في رئيس قسم، في مدرس ماده، في ما اعرفش ايه، تلاقي نفسك في وش كده. فحط في دماغك ان انت لو دخلت علاج طبيعي لازم تكون واثق وبتفكر كويس قوي هتعمل ايه من اي الاوبشن اللي انا قلتها. ماشي. على فكره العلاج الطبيعي لو اشتغلنا علاج طبيعي بس، في برانشات كتيره في العلاج الطبيعي كويسه جدا ومحدش اشتغلها كتير، زي مثلا التي ام جي مثلا اللي هو التهابات الفك ومشاكل الفك، دي رساله الدكتوراه بتاعتي. زي مثلا الليمفيديما والليبيديما والحاجات دي، زي الكاردياك ريهابيليتيشن اللي هو الانعاش القلبي، زي الحاجات الخاصه بصحه المراه، وبقى في سنترات كده وبعد الولاده وقبل الولاده والتحريض والحض على الولاده الطبيعيه وتقليل مضاعفات الولاده القيصريه وما اعرفش ايه. ده برانش حلو جدا. الحاجات بتاعت البيبك فلور ماسل والقولون والعضلات العاصره للقولون والمستقيم والحاجات دي، برضو برانش كويس بس متعب ومكلف. او بقى تدخل بقى في قصه بقى الايه، الحاجات التانية بقى ميزوثيرابي وبوتوكس وفيلر، وفي مجانين بيشتغلوه، وانا طبعا احنا شغلنا نون انفيزيف، يعني ابعد عن الاشياء دي. لان كانت في حادثه معروفه انه كان في حد يدير، دكتور طبيعي كان يدير مركز للبوتوكس والفيلر وعمل مصايب زرقاء واتحاكم قضائيا يعني. فما تفكرش انك تزغل انك تفكر في كده. تمام. عايز بقى تتفرغ للابر الصينيه والكابنج وما اعرفش ايه، التراديشنال ميديسن، تفكر في الاوستيوباثي وما شابه. كل ده حلو، بس تبقى داخل ومقرر وعارف انت هتعمل ايه. لكن هتمشي الحياه هيموني كده اللي هو والله مطرح ما توديني هتودي هروح، ده مش احسن حاجه. فكل النقط دي لازم تحطها في دماغك وانت بتفكر في كليه العلاج الطبيعي. لو انت حكومي يبقى امر الله وربنا معاك، وبرضه فكر في اللي انا قلته. لو انت خاصه، لو انت جامعات خاصه او اهليه، فكر 1000 مره في اللي انا بقوله ده عشان اهلك ما يبقوش دفعوا فلوس على الفاضي
ويستثمروا فيك ومستنيين الجين بتاعك ان انت هتروح فين. طبعا لو انت بتفكر في كل الحاجات دي، انا برضو ممكن تعرفوا توصلوا لي بسهوله، وابعتوا لي دايركت مسج او اكتبوا لي في كومنتات كل الاسئله بتاعتكم. وانا محمد غلاب، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه، واشوفكم على خير، وسلام.